بعد منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحا، حيث تسير السفن في اتجاه واحد، الواحدة تلو الأخرى. تصل قافلة الشمال إلى البحيرات الكبرى، وتبدأ كل ناقلة في الانتظار في منطقة غرب البحيرات أو شرقها حتى مرور قافلة الجنوب. وتنطلق قافلة الجنوب القادمة من خليج السويس في المجرى الملاحي في اتجاه الشمال، وبالتالي لا يسمح لأي سفن قادمة من الشمال بالمرور حتى عبور كل السفن القادمة من الجنوب. مع مرور آخر ناقلة من قافلة الجنوب من البلاح، تبدأ أولى ناقلات قافلة الشمال الأخرى في المرور في المجرى الملاحي باتجاه الجنوب. تبدأ قافلة الشمال في دخول قناة السويس من جهة بورسعيد، حيث يستقبلها المرشدون ليقوموا بإرشاد القافلة خلال رحلتها في مجرى القناة. وتنطلق قافلة الشمال في اتجاه السويس. تستمر قافلة الشمال في العبور مرورا بالإسماعيلية حتى الوصول إلى منطقة البحيرات الكبرى، لتستقبل على المخطاف انتظارا لمرور قافلة الجنوب. وتنتظر قافلة الشمال في البحيرات، حيث تنتظر كل ناقلة في المكان المخصص لها طبقا لعمق الغاطس. وتنقسم منطقة البحيرات إلى شرق الممر الملاحي وغرب الممر الملاحي، حيث يتميز شرق الممر الملاحي بأنه أكثر عمقا من الغرب. تدخل السفن العملاقة ذات الغاطس فوق 45 قدما جهة مناطق الانتظار الشرقية E1 E2 و E3، والتي لا تستوعب أكثر من 8 سفن عملاقة ذات الغاطس فوق 45 قدما. وتنتظر قافلة الشمال من 8 إلى 10 ساعات في انتظار مرور قافلة الجنوب والقادمة من خليج السويس، والتي تمر بلا توقف. تبدأ قافلة الجنوب في دخول القناة من بور توفيق الساعة 6 صباحا، وتستمر في العبور المباشر دون توقف متجهة شمالا إلى بورسعيد. وتستغرق الرحلة بالنسبة لقافلة الجنوب مدة 11 ساعة، وهي مدة العبور المباشر للسفن بلا توقف. مع زيادة حمولات وأحجام السفن لشركات الملاحة الكبرى ذات غاطس العبور فوق 45 قدم، وزيادة فترات الانتظار بالبحيرات من 6 إلى 10 ساعات، بدأت الدراسة التحليلية طبقا لتعليمات القيادة العليا بالهيئة ومحاولات إيجاد حلول لحل المشكلة. واليوم يقدم شعب مصر للعالم معجزة جديدة بكل المقاييس، تتمثل في قفزة عملاقة وغير مسبوقة في تطوير قناة السويس، وهي إنشاء قناة السويس الجديدة.
وهي قناة موازية للقناة الحالية تهدف لسرعة عبور السفن للقناة في كلي الاتجاهين. فنتيجة للأعماق الكبيرة التي ستحظى بها قناة السويس الجديدة، وبعد تعميق الممر الملاحي الحالي، ستتمكن السفن العملاقة ذات الغاطس فوق 45 قدما من عبور القناة في كلي الاتجاهين وبأعداد غير محدودة، بعكس الحال قبل إنشاء القناة الجديدة، حيث تسمح القناة الحالية بمرور 8 سفن عملاقة فقط ذات الغاطس فوق 45 قدما، وذلك لأن الأعماق الجديدة تسمح بمرور سفن ذات غاطس حتى 66 قدما في كلي الاتجاهين وعلى طول الممرات الملاحية. وبهذا لن يكون هناك حاجة لانتظار السفن بمنطقة البحيرات الكبرى لساعات طويلة، أو حتى الانتظار في منتصف المجرى الملاحي. كما تلبي احتياجات النقل العملاق والذي تتجه إليه مشروعات النقل البحري الحديث. وطبقا لمخطط المشروع، فإن القناة الجديدة تبدأ من علامة الكيلومتر 61 حتى علامة الكيلومتر 95 ترقيم قناة، مع توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بإجمالي قدره 72 كيلومترا، وهي بذلك تسمح بالعبور المباشر لمتوسط عدد 49 سفينة في كلي الاتجاهين، وتقليل زمن عبور السفن للقناة ليصل إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة. كما تسمح بعبور السفن ذات غاطس حتى 66 قدما في كلي الاتجاهين دون توقف. والقناة الجديدة تحقق أكبر قدر من معدلات الأمان في عبور السفن للقناة. ويواكب حفر تلك القناة إنشاء جميع المنشآت والمرافق الفنية والمساعدات الملاحية والخدمات اللوجستية اللازمة للمشروع الجديد. وبالفعل بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الجديد من خلال تعميق المجرى الملاحي للقناة الحالية دون تعطيل حركة الملاحة فيها. وباكتمال هذا المشروع العملاق ترتفع قدرة قناة السويس في عبور السفن مختلفة الحمولات من 49 سفينة يوميا في المتوسط لتصل إلى 97 سفينة يوميا في المتوسط. ويزداد عائد القناة من 5 مليار و323 مليون دولار، سيرتفع العائد تدريجيا بنسبة 259% طبقا لزيادة عدد السفن العابرة للقناة. كما تؤثر القناة الجديدة بالإيجاب المطلق على مشروع تنمية قناة السويس، وتعتبر خطوة على الطريق لإنجاح المشروع ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام، والذي سيحول مصر إلى مركز تجاري وصناعي ولوجستي عالمي. كما أنها ستزيد الدخل من العملة الصعبة من عائدات قناة السويس، وتزيد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة. هذا فضلا عن حماية القناة من أي مشروعات إقليمية تستهدف الإقلال من أهمية قناة السويس وتشكك في قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنقل البحري. إن مشروع إنشاء القناة الجديدة الموازية للقناة يعد من أضخم المشروعات القومية ضمن منظومة التنمية الشاملة، ويتطلب تنفيذه حسب رؤية بيوت الخبرة العالمية 5 سنوات، ولكن القائمين على المشروع تعهدوا بإتمامه في مدة لا تتجاوز 3 سنوات. إن هذا المشروع الكبير يعد تجسيدا عمليا لقوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات وصنع المعجزات، كما يعكس إصرار أبناء مصر على الجد في العمل وبذل الجهد والعرق والدماء من أجل بناء مستقبل أفضل لوطنهم وتوفير حياة كريمة للقادم من أجيالهم. ولتبقى مصر أولا، ومصر دائما، ومصر فوق الجميع.